الجيش الليبي ألا يسمعوا ولا يطيعوا. السمع والطاعة هنا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة فيقول: السمع والطاعة حق على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فاللي يقول لك اضرب الشعب بالطائرات، أنا يعني أقول له لا تضرب الشعب، اضرب من أمرك بهذا. أنا أفتي الضباط والجنود الذين يستطيعون أن يقتلوا معمر القذافي، من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه ويريح البلاد والعباد منه فليفعل. فهذا الرجل يريد أن يبيد الشعب، فأنا أحمي الشعب، أفتي من يستطيع منهم أن يطلق رصاصة ويريحنا من شره ويريح ليبيا وشعبها العظيم من شر هذا الرجل ومن خطره فليفعل. لا يجوز لأي ضابط، سواء كان ضابط طيار أو ضابط بري أو ضابط جوي أو لا يجوز له أن يطيع هذا الرجل في المعصية، في الشر، في الظلم، في البغي على العباد. إلى الله معا. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم يا رب العالمين ويا مذل المتكبرين ويا قاصم الجبارين ويا غوث المستغيثين ويا جار المستجيرين كن لنا عونا ونصيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم كن لنا وللشعب الليبي، اللهم كن للشعب الليبي ولا تكن عليه، وأعنه ولا تعن عليه، وانصره ولا تنصر عليه، وامكر له ولا تمكر عليه، واهده ويسر الهدى إليه، وانصره على من بغى عليه. اللهم انصر الشعب الليبي على من بغى عليه. اللهم انصره على القذافي وكل من معه وكل من ينصره وكل من يعاونه على الباطل. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم نكس أعلامهم وزلزل أقدامهم وأدل دولتهم وأذهب عن أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم فصب عليهم صوت عذاب وكن لهم بالمرصاد يا رب العالمين. اللهم يا من لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه سر ولا علانية، يا من أهلكت ثمود بالطاغية وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية. خذ هؤلاء الظلمة الطغاة، خذهم أخذة رابية ولا تبق لهم من باقية. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. فأغث لهفتنا وفرد كربتنا وفرد كربة إخواننا في ليبيا. اللهم فرد كربتهم، اللهم أغث لهفتهم، اللهم أجب دعوتهم، اللهم اقض حاجتهم. اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم يا رب العالمين، اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم إنا نشكو إليك عيونا دامعة، ونشكو إليك أكبادا جائعة، ونشكو إليك أمهات ثكلت، ونشكو إليك يتامى يتمت ونساء أيمت. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوان على الناس يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدي هذا الشعب البطل المدافع عن نفسه الغيور على حرمته،
اللهم خذ لهم ممن عادهم وقتلهم وضربهم بالطائرات وفعل بهم كما يفعل المحتل بالبلاد المحتلة. اللهم عجل بأخذه يا رب، اللهم عجل بأخذه، اللهم عجل بأخذه، اللهم أرنا فيه يوما قريبا، اللهم اقر أعيننا بزواله من هذه الحياة ومن هذا التسلط، كما أقررت أعيننا بفراعنة أخرى أخذتهم أخذا أليما شديدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.